والله يا عم الحاج كرة القدم دي ظلمة، ما بترحمش حد. كلنا شفنا القرعة بتاعت دوري أبطال أوروبا، وشفنا مجموعة السيتي، الماتشات اللي على أرضه والماتشات اللي بره أرضه. دي بروين لو يعلم، يا دي بروين، يا دي بروين لو تعلم، لو تعلم اللي فيها، لو تعلم الغيب لاخترت الواقع يا دي بروين. كلنا شفنا السيتي هيلاعب بروسيا دورتموند، فريق مين؟ هالاند القديم، يلعب قصاده في ملعب الاتحاد، وبعدين يلعب باير ليفركوزن على ملعب الاتحاد. دي الماتشات اللي على ارضه. وبعدين مين؟ نابولي، نابولي. دي بروين، يا دي بروين هترجع الاتحاد تاني، بس المرة دي هتبقى منافس، صديق الامس منافس اليوم. وبعدين جلاتا سراي، صانيه، صانيه، ها، صانيه هيرجع برضه، كان صديق الامس منافس اليوم. تيجي للمباريات اللي خارج ارضه، ريال مدريد، فيا ريال، بودو غليمت النرويجي، موناكو. انا شايف ان المباراة اللي خارج ارضه مباراة يعني عادلة، هي يعتبر اقوى ما فيها ريال مدريد. والمباريات اللي على ارضه تعتبر يعني جلاتا سراي، نابولي، اللي يبقى المنافس بتاعه على ارضه يبقى ايه؟ نابولي هو اللي هيتعبه شوية. الكرة الإيطالية بتحب الدفاع والمرتدات، فربنا يسترها عليك يا جوارديولا، ربنا يسترها عليك. شوف الفيديو ده بقى كده بتاع دي بروين ده، يا دي بروين هل كان سيسجلها عمر؟ أخبروني، انظروا بأي قلب ستلعب هذا اللقاء؟ أخبرني يا عمر. إن لو كنت تعلم كم كان صعبا فقط ألا تكون معهم، فكيف وأنت أمامهم؟ وفي الجانب الآخر كان يمكن لك أن تؤذي نفسك. اتمنى التوفيق لك يا دي بروين، بس فريقي المفضل السيتي، وانا بعشقك والله يا دي بروين. بس هي كرة كده، هي كرة كده، كرة ظلمة. تشوف المواجهات دي هتصفر عن ايه، ونشوف السيتي هيعمل ايه السنة دي بعد تصريحات جوارديولا امس. حسسني ان انا يعني ايه، هلاقي نسخة كده من 2022. ها، وانت عايز تبيع اكانجي ليه؟ ما تبيعوش، ما تبيعوش، انت بتبيعه ما بتجيبش. انت عندك خناقه عليه من توتنهام وجلاطاسراي وفلان وعلان، ما تبيعوش. انت ما عندكش، ما تبيعوش. اكانجي لعيب حلو مش وحش، والموسم اللي فات كله كان واقع، انت ما تبيعوش. ماشي. وبعدين في خناقه على سافينيو من توتنهام، مش هتلعبه بيعه، هتلعبه خليه. هتجيب رودريجو بتاع ريال مدريد، ماشي، بيع سافينيو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.